حبايبنا عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عملت لكم مشروب التمر الهندي السريع في البيت باسهل طريقه واسهل مقادير بكميه هتكفيكي طول رمضان من غير ما تبعتي البيت كل شويه وتقولي لها روحي هاتي ب 10 جنيه من عند العطار. هتعملي الكميه اللي هتوفيكي الشهر كله وتفيض كمان. يلا بينا على الطريقه. كل شويه تبعتي بنتك وابنك في رمضان يشتروا لك ب 10 جنيه من عند العطار. طب ليه ما تيجي النهارده بكيلو واحد من السكر؟ هقول لك طريقته، طريقه العطارين، وهطلع لك كل الاسرار اللي انت ما شفتهاش وما تعرفهاش قبل كده. اذكروا الله وصلوا على الرسول. تعالوا النهارده نعمل مع بعض التمر الهندي اللي بالسكر. تمر السكر من غير الدخول في تفاصيل كتير ومن غير ما تهاجم كتير وناس تقول لي ده مش صحي احنا ما بنحبوش. لا، 3/4 شعب مصر عندنا هنا بيحبه وبيجري يشتريه من عند العطار كل شويه، يجيب ب 10 جنيه وب 5 جنيه وب 20 جنيه. تعالي النهارده اعلمك ازاي تجيبيه تمام كده وازاي تعمليه وازاي تظبطيه. اول حاجه هنا يا حبايبي عندي كيلو من السكر. انا هعمل الكميه دي عشان تكفي عندي، وعايزه اقول لكم ان في بيوت ده ما يقضيش معاها كام يوم، ولكن انا هعمل بكميه الكيلو وهقول لكم دلوقتي على المقادير وطريقه التحضير. اذكروا الله وصلوا على الرسول. هنزل هنا بكيلو من السكر زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، كيلو من السكر، كيلو واحد من السكر اهو. سكر تموين، سكر انت شارياه، اي سكر يقضي الغرض وخلاص. ده كيلو من السكر. تمام، تعالوا اقول لكم على الخلطه السحريه اللي قلبه ريحه البيت. ريحتها تحفه. طيب مكوناته ايه يا حبايبي بتاع تمر السكر اللي بتجيبوه من عند العطار ده؟ المكونات بتاعته بتبقى كالاتي، بس انا للاسف البهوات اللي راحوا جابوا لي المكونات خلوا الراجل يحطها على بعضها، ولكن انا هقول لكم المكونات اللي انا طلبتها ايه. اول حاجه عندك ملح ليمون، وعندك لون تمر هندي، وعندك قصنص تمر هندي. ريحه تمر هندي، القصنص اللي هو السايب بتاع تمر الهندي ده بيبقى موجود من عند العطار. وطبعا كل ما العطار بتاعك كان نظيف كل ما الحاجه كانت ريحتها هتبقى قويه واحسن. يعني انا عايزه اقول لكم ان ريحه ده قلب عندي البيت كله حرفيا من ساعه ما جبته. تمام، هتروحي عند العطار. طب يا شيف هدير المقادير ايه؟ هتروحي عند العطار هتقولي له عايزه تحويجه كيلو، تحويجه 2 كيلو زي ما انت شايفه كميه السكر. هتعملي كيلو من السكر، هتروحي للعطار هتقولي له عاوزه تحويجه من كيلو التمر لكيلو اللي هي عباره عن ايه؟ ملح ليمون، قصنص تمر هندي اللي هي ريحه تمر الهندي الفواحه، وكمان لون. تمام، لون بتاع تمر هندي. طبعا الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي ماشيه على نظام صحي معين ما تشوفش الفيديو ده احسن. تمام، بعد كده بقى نسمي كده الله. دوت التمر الهندي يا حبايبي اللي انتوا بتجيبوه من عند العطار، اللي بتشتروا منه ب5 جنيه وب10 جنيه وب20 جنيه. تمام، وللاسف هو كمان غالي جدا يعني. تمام كده، بصوا ده اللون بتاع التمر. ولون تمر هندي على قصنص تمر هندي على ملح ليمون. ملح الليمون مهم جدا. تمام، عايزه اقول لكم ان انا بصوا الجوانتات بتاعتي خلصت، هضطر بقى ان انا اقلب كده بالمعلقه. هنبدا ان احنا نفرك كويس جدا. هو للاسف مش هيعوز المعلقه يعني، هنضطر ان احنا نفرك بايدينا. ممكن تجيبي كيس. لا، هفرك بايدي احسن. ليه؟ تمام كده، هبدا ان انا افرك. بصوا بقى شايفين الالوان؟ هو ده لون التمر اللي انتوا بتجيبوه من بره. هفضل افرك بايدي بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي ده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ ده التمر الهندي اللي بتجيبوه من عند العطار. طبعا لازم نبسه كده كاننا بنبس كحك او بنبس دقيق عشان خاطر تاخدي اللون بتاع العطار كله. بصوا ايدي بقت عامله يا خرابي، ايدي اتسبغت. حنة. اللون ده مش بيبقى اسود يا حبايبي، ده لون تمر، لون تمر هندي بني غامق. تمام، ماما ماما
بصوا انا بفرك المكونات كلها ازاي. شايفين بقى معايا تمر هندي ريحته تحفه. ده التمر اللي بيتدوب. طبعا ده التمر الهندي السريع اللي انتوا بتشتروه من بره. طيب ما شاء الله اللهم بارك الله اكبر. بصوا شايفين التمر الهندي. هغسل ايدي بقى وارجع لكم تاني. خلاص غسلنا ايدينا ورجعت لكم تاني. بصوا بقى هنجربه دلوقتي. اللهم بارك. دي كده كوبايه ميه متلجه مشبره. طبعا بقى كده تقدروا تحفظوه في اكياس، في علبه، في بطرمان، زي ما حضراتكم ايه حابين. تمر سريع الذوبان. بصوا ما شاء الله عملت كميه قد ايه. سمعونا بقى واحده الله اكبر وواحده الصلاه على النبي. صلوا على الرسول. بدوبها. لازم نحط ملح الليمون. في ناس هتقول لي طب يا شيف هدير اشمعنى ملح الليمون؟ لا لازم تحطوا ملح الليمون. كل المكونات اللي كانت في الكيس قصنص تمر هندي، لون تمر هندي طبيعي، وكمان ملح ليمون. ملح الليمون مهم جدا. تمام. خلاص بعد ما قلبنا ودوبنا ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. الله على الحلاوه. طبعا بيتضاف له اضافه تانية من السكر. متنسوش تجربوا الوصفه. بحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين.